إلا شتي هاد المرا كدير هاد الرقصة، هرب وما تلفتش وراك، حيت تقدر تكون هادي آخر حاجة غادي تشوفها. هاد القصة كانت ترند في مواقع التواصل في صربيا. بزاف ديال الناس كيقولوا بلي شافوا مرا في منتصف الليل كترقص وسط زناقي خاويين. كان ديما يا ما كتكون لابسه الابيض يا اما الكحل، وشعرها طويل كيكون مغطي ليها على وجهها. كترقص بلا موسيقى وبلا ما تدوي مع حتى واحد، وكاع المنشورات كانت كتقول نفس الحاجه: ما تقربش ليها نهائيا وما تدويش معها. ولكن واحد يوتيوبر سميتو نوفاك ما تيقش هادشي وقرر يخوض هاد التجربه باش يجيب ملايين المشاهدات. كل ليله كان كيقلب عليها حتى جا داك النهار اللي لقاها. كانت وسط زنقه مظلمه وكترقص بوحدها، وكل ما قرب ليها كانت كتبعد بنفس الخطوات اللي كيديرهم. وقرر يعيط ليها، وهذا اكبر غلط كان غادي يدير. زقات من الشطيح وشافت بيه بشويه، دارت يدها في جيبها وجبدات موس وتبعاتو. وهو غادي باقصى السرعه ديالو، كل ما كيتلافت كيلقى قراب ليه كتر، حيت عنده واحد السرعه خياليه. نوفاك بدا كيدق في الديور وتا واحد ما فك عليه، حتى خرج واحد الراجل كبير في السن، وما خرج دخلو بالزربه وسد عليه. شافو من الشرجم، ولكن لقاو المرا اختفات. وخرجوا بزاف ديال النظريات على هذا الفيديو. كان اللي كيقول بلي شاركت في طقوس شيطانيه ولبستها روح شريره، وكاين اللي كيقول غير مجرد اشاعه باش تطلع المشاهدات. وانتوما شنو رأي ديالكم؟ واش الراقصه الصربيه حقيقيه ولا مجرد اسطوره؟